السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة سكاي فوتبول بالدارجة، وهذه أخبار الكرة المغربية والعالمية في هذا الأسبوع. انتقالات، تصريحات نارية ومفاجآت كبيرة. تابعوا معي حتى النهاية. واش تصدق أن نادي ساندرلاند باغي يركب على التراند ويجيب جوج مغاربة دقة وحدة؟ واحد اللي قريب بزاف يمضي والفلوس كتدخل من كل جهة. وهادشي غير البداية، الخنوش، شتيرة، أزنو، كلشي كيتحرك في صمت وبسرعة الضوء. بقى معايا حتى النهاية باش تعرف كلشي على أكبر موجة انتقالات للاعبين المغاربة في أوروبا. أمين عدلي. نبداو بأمين عدلي، نجم باير ليفركوزن اللي كانت عينو على ويفرهامبتون، ولكن في رمشة عين دخل ساندرلاند بقوة وعرض 25 مليار مغربية. ليفركوزن وافق والكرة دابا في ملعب عدلي. واش كتشوف انتقال لساندرلاند خطوة للأمام ولا مخاطرة؟ نفس النادي تعاقد مع شمس الدين طارمي مقابل 23 مليار مغربية. واضح أن عندهم مشروع مغربي في الأجنحة، طالبي على اليسار وعدلي على اليمين. أما بلال الخنوس فست أندية طالبة الود ديال هاد اللاعب، ولكن حسب التسريبات أقرب ناديين هما توتنهام وليبزيك الألماني. شنو الأفضل له؟ اللعب في البريمير ليغ ولا تجربة ألمانية؟ عطيني الرأي ديالك في التعليق. نمشيو لأرسنال اللي انتقل إيفرتون في صفقة قوية، ولكن المفاجأة اللي كان وراء هاد الصفقة هو نبيل حكيمي. عرفتو شقيق من؟ هو شقيق أشرف حكيمي ووكيل أعماله. واش كنشوفو بداية لإمبراطورية جديدة ديال تسيير لاعبين مغاربة؟ عطيوني الرأي ديالكم في التعليق. من جهة أخرى، شديرة دخل في مفاوضات رسمية مع هيرلس فيرونا والاتصالات مع نابولي بدات رسميا. شديرة مازال مطمع بزاف في الليغا والكالتشو والمستقبل كيبان واعد. وعندنا حتى عبد الكبير أباقار اللي انتقل مجانا من ألافيس الخطافي الإسباني ووقع حتى 2028. صفقة ممتازة في الليغا وبداية جديدة للأسد المغربي في أقوى دوري. أبو خلال دابا رسميا كيتدرب مع فريق الجديد تورينو الإيطالي، خطوة جادة قبل كأس إفريقيا والمنافسة غادي تكون قوية على هذا المركز الأساسي في المنتخب. آخر اسم معنا اليوم هو عمر الهلالي اللي باير ليفركوزن متابعينه عن قرب، وغادي يكونوا حاضرين في الودية ضد فولسبورغ لمشاهدته قبل أي خطوة. الصفقة في طريقها والمستقبل كيبان واعد. المغاربة حارقين أوروبا وكل أسبوع كاينة مفاجأة جديدة أو كل يوم. شنو اللاعب اللي كتشوفو غادي ينجح أكتر هذا الموسم؟ شنو أقوى صفقة من وجهة نظرك؟ اكتب لينا في التعليقات رأيك، وما تنساش تشارك الفيديو مع صحابك ودير لنا لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد في السوق الرياضي المغربي والعالمي. فعل الجرس وخليك ديما سابق للأخبار.